في عمق الجهة الشرقية لولاية مستغانم يقف معتقل الموت أو ما يعرف بالكريال ببلدية سيدي علي، شاهدا على واحدة من أبشع صفحات الاستعمار الفرنسي. سجن شيد سنة 1956 بغاية تشديد الخناق على الثوار والمجاهدين، فتحول إلى مسرح للتعذيب والإبادة ضد أبناء الجزائر من نساء ورجال. مر على أسواره أكثر من 40,000 معتقل، واستشهد منهم أزيد من 3,000 تحت آلات التعذيب الوحشية قبل أن يغلق المعتقل مباشرة بعد الاستقلال، حيث قام مجاهدو المنطقة بالهجوم على مركز الدارك الفرنسي في ليلة الفاتح من نوفمبر سنة 1954. جرت أسباب مباشرة وغير مباشرة في تشييد هذا المعتقل، لعل أبرزها هو معركة سيدي زكاي، ليعود تاريخها من 13 سبتمبر إلى 16 سبتمبر سنة 1956. دامت لمدة 3 أيام، واستشهد فيها البطل الشهيد محمد الجبلي. تكبد فيها الجيش الفرنسي خسائر فادحة، وعرفت مساندة واسعة من سكان المنطقة، مما أدى بالسلطات العسكرية الفرنسية إلى تشييد هذا المعتقل يعود تاريخه سنة 1956. يضم المعتقل 12 زنزانة تتراوح مساحة الواحدة منها بين 206 أمتار، وكان يحشر داخلها أكثر من 80 معتقلا في ظروف لا إنسانية. وقد مارس المستعمر أبشع أساليب التعذيب: الضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، والإغراق بالماء، ورمي المعتقلين في بئر بساحات السجن، كل ذلك في محاولة لكسر عزيمة الأحرار، ولكنها زادتهم إصرارا وصمودا في وجه الظلم. انتهجت السلطات العسكرية الفرنسية في هذا المعتقل هذا، اللي كان يسمى بمعتقل الموت لأنه استشهد فيه المئات من الشهداء. انتهجت فيه أساليب تعذيب وحشية، من بينها التجويع، التلاعب بشرف المرأة، الاستنطاق، الكي، الضرب المبرح، اقتلاع الأظافر، اقتلاع الأسنان، انعدام شروط النظافة في هذا المعتقل، مما أدى بانتشار الأمراض في أوساط السجناء. في 2004 قامت بلدية سيدي علي بتحويله إلى متحف يزوره الزوار من مختلف مناطق الوطن وحتى خارج الوطن. اليوم يبقى محتشد الكريال ببلدية سيدي علي شاهدا خالدا ينقل تاريخ المجد والبطولة إلى الأجيال بعد الثورة، ليغرس فيهم قيم التضحية والوطنية، ويذكرهم بأن الحرية كتبت بدماء الشهداء. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر.